السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم يوسف الكردي أبو آدم. إخوان اليوم هاي الفراخ راح أكشن وأطيرهن. أكو شوية هوا قبل السباق. اليوم عندنا سباق همين، فأريد أن يطيرن قبل السباق. قلت خليني أصور لكم فيديو. وعندنا سباق إن شاء الله 200 مايل، يعني 321، والله يوفق الجميع. في هوا اليوم شوية صعب همين السباق هذا، بس مو أصعب من السباق الأسبوع اللي فات. بس 200 مايل همين يعني أسهل. فإن شاء الله يرجع عن وقت محدد زين، يعني بال 12 13 ونص لازم يرجع للطيور. هسه حاليا راح اترك الفراخ وكشن كلهن على مود اريد ان يطيرن واجيكم ياخذ داير. وبعض الفراخ 9 مالتهن الريشه التاسعه وصلت للنص، بعضهن وقع 10 مالتهن، بعضهن لا، لازم اسحبهن انا بس بعدين بعدنا ما كملت. بس تشوفوا مطيارهن. عارفين كلهم طلعوا. طبعا الماي مهم تغيره كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حياتنا هذول كلهن فراخ، بيهن بس 4 كبار. ما الاسبوع اللي فات السباق فازن وما طيرت الفراخ، صار نسوى كلها. اكو بعضهم هنا تقريبا بيهم 7 8 ما طارن، شايفين؟ بلش يشبكون سوا، اكو 4 5 ما شابكين سوا. خلينا ننزل الستاند على مود يبين. هذا الشبكن سوا وقاعدين يطيرون. سامعين الصوت الجنح؟ لانه منقص ريش منهم، ريشتين تقريبا، فيشتغلن جهد اكثر. هيجي الطير جنحه يقوى. ان شاء الله لما يوصل للسباقات ما يوقع هاي الريش. 9 والعاشر بعد. يوقعوه بالسنة مرة، 9 والعاشر. كل الريش مالتهم بالسنة مرة يوقعوه. المطيرين كلهم يعرفون هي تعلين شوي شوي. اليوم حارة شوي همين، بس بيها هوايات سوا. اكو بعض المطارات منه بلقي يطير، بس ما اعتقد يطير. خلينا براحتنا. والله انا حاب اكشن، تعرف شنو؟ خلينا كشن. اخذ اريد همين يطير. كمان اساسا كشن نسلم كم واحده. هذا فات هاي الطياره اللي جابت الثالث 658 كيلومتر، وهاي اللي جابت الاول 658 فات الجو. هاي الزازه همين، هاي الزازه رجعت قبل يومين من السباق الاخير، بس كشيتها ويانا. اسف اخوان على اساس انزل فيديو الاسبوع اللي فات، بس ما صار نصيب. الطيور طول لنا هوايه. ان شاء الله هذا الاسبوع ما يطوله. والله يوفق الجميع، وسلامي على كل المشاهدين من وين ما كانوا.
اخذت نص بالعراق. ان شاء الله هذا الاسبوع نسجل، يا اني يا السيد. اني وديت 4 طيور، السيد ودى 30، سيد حمزه ابو يوسف. ان شاء الله هو يسجل، عنده شانس اكثر، عنده 30 طير وده. انا وديت بس 4، ما عندي وديت 4 وعندي 4 موجودين يمي. هو عنده كبار هو، يعني ما عندي. ماكو بس هذول الفراخ اللي يظل السنه الجايه راح اخليهم هي طائرات عاليات عليان شويه. شايفين يا اخوان؟ هيا هذا صرت اكشن لانه على مود يقوى على جناح. ما تكشن، انا ما احب اكشن اصلا، تترك الطير واحده احسن. بس هسه كشيت لان هذولاك طارن هذول ما طارن، بس ما تكشن احسن. بس انا كشن على مود يطيرون البقيه هم يتعلمون. بس خلاص ما صار نصيب، لازم اكشن. هاي الطيرة قاعدة بالأرض ما ادري. قوم يلا فوتي من الماء من فوق، فوتي يلا فوتي. راح اغير لهم الماي، بس اريد لما ينزلون، بعد ما ينزلون اغير لهم الماي. والله ماي نظيف. وديت 4 للسباق ان شاء الله خير. الله يوفق الجميع. اجا الصيف عندي هاي الفراخ كبرن. هذا فحل، اسف هذا فحل بخبخ لزازة. هذا صغير. الريشة الرابعة ما ادري الخامسة. حمية والشباب هسه راح ينزلون فاتحين حلقهم بس عادي. طبعا انتم يمكن ما سامعين صوت الجنح، طلعت فوق راسي مرة. انا سامعة قوي صوت الجنح مالتهم احسن. يعني لما يكمل الريش يكون جنحه قوي، ابي عضلات طبيعي من الله هيك قوية يكون. هذا يسموه ناتورال، يعني عادي. اللي انا طيره عادي. اكو داك سيستم غير. كمان بلش يريد ينزل، ما يهمني انا خليه ينزل. لان عندي طيور هذولاك مال السباق، فما اريد يظل كلهم برا. من نص ساعة اريد الكلهم يفوتون. يعني بعد ساعتين يبلش الطيور مال السباق يرجع. مو زين تترك الطيور قبل السباق، بس انا اعرف طيور راح يفوتن ما ماكلها. يعني تعرف الوقت. شوي لازم من بعض. ما ادري هاي يمكن ثامن هده، تاسع هده تركتهن. اكو بعضهم صغار ما متعلمان، بس يتعلمن بعد ما يطيروا مثل هذولاك. اذا اسوي، شايفين هاي الايفر اللي عندي هسه، اذا اسوي واحده هنا صغيره على مود الطيور الكبار الفحل اللي يطلعن، اسوي واحده صغيره هناك بالشباك على مود يطلعن الاناثي يضربهم الشمس زين للعبة. فلازم اسويها، بس وقت يا اخوان والله العظيم ماكو وقت. الله المستعان. الله كريم. انا على هذول راح ينزلن عليا. يلا زين راحت. منهم 4 طيارات واحدة طشرات. لازم احط لهم مي جديد ويا فيتامين، لان الطيور مال السباق راح يرجعن. خليهن يشربون من الفيتامين هذا 100%. انا ماشي سكجول. اكو واحد سالني قال لي شلون نجهز الطيور للسباق؟ يا اخوان تجهيز الطيور للسباق لما يرجع من السباق، ما هو كل اسبوع لازم تودي طيور. انا كل اسبوع ادق بيهن دق. هذا الاسبوع اللي فات هذول 4 اللي وديتهم هذا الاسبوع اعطيتهم بريك، وهذول اللي فازوا هسه اعطيتهم بريك هذا الاسبوع، بس طيرت وياهم ويا هذول. ف
اللي يرجع من السباق السبت ياكل اللي يريده، والجمعة ياكل السبت، والأحد ياكل اللي يريده. يوم الاثنين خف الأكل شوية، يوم الثلاثاء تخفى بعد، يوم الأربعاء تخفى بعد، ويوم الخميس تعطي أكل هواية، لأنه إحنا الشبك مالتنا الجمعة، فيوم الخميس تعطي أكل هواية، والجمعة ما تعطي أكل نهائيا، وتودي الجمعة للنادي، السبت يتركوهم على مود يظل لما يرجع أول يومين السبت والأحد ياكل اللي يريده، على مود يرجع كل البروتينات والدهنيات اللي خسرهن بالسباق. لازم تشوف طيرك تحافظ على وزنه. انا طيوري كلهم خفاف وضعاف، بس شنو محافظ على وزن، مو ضعاف يعني والله انه ضعاف حيل العظم مالهم مبين، لا اضعاف يعني اضعاف بالنسبه للنادي اللي يطيرون، لان هم كلهم يطيرون ما شاء الله دجاج يطيرون، ما يطيرون طيور الدجاج. انا لا، انا طيوري كله ضعاف، هم يمشون لانه دارك سيستم، انا ما امشي دارك سيستم. والطير الضخم والكبير ما يفوز الا يكون بالنادي كل الطيور ضخمه مثله. الطير الضعيف دائما يفوز على الطيور اللي ضخمات. الطير الضعيف يفوز على الضعيف ويفوز على الضخم. انا قلت لكم اخوان طيوري وسط وصغير، الاغلبيه طيوري وسط وصغير. يمكن تشوفون بالصوره بالفيديو كبار، بس لا مو كبار. يعني عندي هسه 70 فرخ، بين ال70 بيهن يمكن 5-6 حبات كبار بس. انا ما احب الطير الكبير نهائيا، انا ما احب. وهاي الطيره ثاني واحده، هاي جابت هاي صارت اول واحده، هي هسه جابت لي الثاني السباق اللي فات 400 مايل 658 كيلومتر، جابت الثاني. والسباق كان صعب جدا، اخذوا 10 ساعات و21 دقيقه طايرين من دون توقف. بس هاي الاسبوع الثاني راح اوديه الاسبوع الجاي، لانه 500 مايل حتكون 700 وشويه كيلومتر. بعدني ما شيكت ايش قد على ما اريد اقول لكم الرقم مال الكيلومتر واطلع غلطان. عندي بعد 2 4 6 8 بين 15 طائرات. هاي الاخوان افراح قدامكم، اكو من هنا ب7 ريش، اكو من هنا ب8 ريش، اكو من هنا ب9 ريش يطيرون. اكو طير شيكته اليوم انا مشارع واحد وهو موقع 2، فيعني يطير ب7 ريش. بس عادي هسه شوي شوي قاعد يطلع عنه. ذاك مالته كبير وجان. طبعا فاتحين حلقهم عادي. طبعا فتحة الحلق لما يكون حارة تقدر بالاسبوع مرتين تحط لهم دبس بالمي شوية، او الافضل اللي انا اسويه خليني اورجيكم اياه احسن، يعني اورجيكم اياه على مود الكل يستفاد. مبين بالكاميرا ولا لا اخوان؟ عسل كم حبة ثوم، 5 حبات او 4، تحطن سوا، تحطن بالثلاجة، دائما يكون بالثلاجة، ويقلب وراها بمي. شايف المي؟ دقيقة ما ادري الكاميرا ايش هيك، وراها صاير مي. هذا عسل ثقيل جدا، بصباح صار مي. حط لهم خاشقة مال شاي بالمي. طبعا يكون قالب المي عادي، مو شرط اعبي كله، بس الصحن من جوا احط له خاشوقة مال ثوم وعسل. العسل هذا اشتريته يمكن $1 ستور، سعره $1. شوية عسل
كم حبة ثوم بس تخليه بالثلاجة، يظل دائما بالثلاجة. وراها يوم يقلب هو يصير مثل المي، ياخذ المواد مالت الثوم والعسل يخلطن سوا يصير مثل المي. هيك يصير. طبعا هو ثقيل، اكو بعض من بعده ثقيل، بس اشيل هاي المي بعدين هذا يقلب همين يصير مي هيك. نخليه بالثلاجة دائما. هذا تعطيهم اياه زين للحرارة للصيف. بعدين تقوم خليه بالثلاجة. هذا طيتهم اياه يوم الاربعاء. الاربعاء اللي فات والخميس طيتهم اكل زياده وفيتامين، والجمعه ما اعطيتهم شيء بس فيتامين بالمي. يعني البارحه كان الجمعه واليوم السبت. والله يوفق الجميع. وراح يرجع هسه الطيور. طبعا هذول من المماثلين. البارحه من ما اعطيتهم اكل. الجوعانات. لانه هسه اجى الصيف يبطلون ياكلون مثل ما كانوا ياكلون. اجى حيل حاره هسه. عندي الكروز سبحان الله يظل طاير 24 ساعه. عندهم قوه. هذا الفحل اللي نزل هسه، هذا رجع من 400 مايه. هذا الزاز همين طلع فحل يا حبيبي. طبعا ما اصيح لهم وقاعدين ينزلوا. لو اصيح لهم يعني انه اكو اكل. هسه يفوتون واحدهم يعني ماكو اكل. بس هم يريد يفوت خلاص بعد ما يظل برا هوايه. انا معلمهم على الصفيره، بس اصفر يعني اكو اكل. كنت دائما هيك معلمهم يعني بس اصفر تعال اكل. احط لهم الاكل بالهاي بالمأكلة مالتهم واصفر لهم. مو اعلمهم على الصفيره لما يرجعوا من السباق همين. والله يوفق الجميع. هسه السباق طبعا الطيور طايره، صار لهم ساعتين طايره. تريد بعد ساعتين ونص يرجعون. طائرات هسه الطيور. بس اكو هوا قوي. والله يعين. هو الهواء ياثر عليهم. واليوم ايست همين الهواء بوجههم، بس بوجههم شويه، بس بالسايد مالتهم اكو هوايه هواء، فيوديهم اليوم احتمالات يروحون على كندا. هسه انا وديت 4 ما وديت هوايه. وديت 4 وعندي بعد 5 غيرهم، بس ال5 راح اودي من 4 ما راح اودي الخامس البارحه رجع من السباق الاسبوع اللي فات. البارحه رجع. ما طول ما حدا لازمه بس يلاقي بيته يرجع. اكو باوهايو واحد ودى 47 طير بالسباق اللي فات، وكنا طيرنا سوا. ودى 47 طير ولا طير رجع له. 47 طير ولا طير رجع له، ولا طير سجل نفس اليوم. ثاني يوم بلش يرجع له طيور. يعني كان السباق مو سهل جدا. اول مره افوت هيك سباق صعب جدا. بس انا اعرف الحمد لله طيوري للسباقات الصعبه يكونوا موجودين. بس جدا كانت صعبه. ما توقعت هيك. اول مره اودي 15 طير يرجع لي 5. صار لي 5 سنوات اطير، اول مره يكون هيك سباق صعب جدا. سبحان الله. اكو ناس يسالوني اكو سباقات نفس اليوم؟ طبعا اكو نفس اليوم. احنا كنا نطير. الايو يطير سبت، بس كل واحد مسافته على الثاني غير. فاحنا لما نطير وهم يطيرون بال7 همين، واحنا نطير بال7 الصبح مثلا، فاحنا مسافه الطيور مالتنا ابعد من مسافتهم. يعني بعيده تقريبا ايش قد اقول لك، تقريبا بعيده 120 كيلو. فهذولاك لازم يروحن ما يوقفن، لازم يروحن لين ما يجي طيورنا. هذولاك رايحين مكملين على بيتهم، احنا طيورنا يجي يكمل على بيتنا. هو هيك. لأن الكل يدرب ويطير نفس شو اسمه، نفس الاتجاه على غروب الشمس يودون، ورجعن على الشروق. دائما يتدرب على الغروب. غروب الشمس من وين تنزل الشمس من هناك يتدرب على هاي الاتجاه. شمال
شروق ما ادري شو اسمه بالضبط. فهو احنا نسميه ويست، على الويست دائما الطريق. احنا رجعنا على الايست. امل ما شاء الله شايفين الهواء حرك الكاميرا. طبعا مو اني، الهواء يحرك. شافوا صقر، شافوا صقر. ايوه ريتير ريتير ريتير. شايفين نبيهين يخبوا حالكم يم الشجره. اكو ناس قالوا لي ليش ما تقصوا الشجره هاي، بالعكس يخبون نفسهم. هذه بالسباق ترى هسه يحطون كلهم فوق، بس بالسباق لا يفوتون الا جوا على هاي اللي عند البو. اقدر اسوي اصلا فوق احط لهم خشب فوق على بال ما يطلع عن فوق عند المثلث، بس يظل هنا. بس هم ما تاثر علي. انا الطيور عند الجوع يرجع اهم شي يفوت، ما يفكر ينزل منا ولا منا. ها الصقر ها هيات شفتوا؟ هيات شفتوا؟ يلفلف تروح ما اشوفك الا بوقت السباق. روح الطيور مالت ثلاثة. روح ما اشوفك بس وقت السباق. 7 ايام العادية تعال يعني طلع لك الكسرية واضربك بيه. طبعا هنا ممنوع تضرب حيوانات، 5000 غرامة وبيسجن 5 سنوات. حيوان بري ممنوع، بالذات الصقر والبوم وهذول ممنوع جدا منعا باتا. بس اكو ناس تجي اصدقائي يسووها، بس عندهم مزارع، عندهم بيوت كبار، حتى يصيدون يضربون، بس ما حدا يعرف. اذا يعرفون الحكومة ماكو شقة هنا، يضربون عالجيب. غرامة $5000. $5000 شغل ما الشهرين، شغل ما الشهرين. يعني يعرفون وين يضربون عالجيب، على مود يجي الكل ماشي على القانون. والله يفتهمون عالجيب يضربون. والله يوفق الجميع. اخوان ما اريد اطول عليكم، يعني احاول انزلهم كمان 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 كمان. ما اطلع قاعد اشرب عليك. انزل كمان ما اطلع انزل كمان. لازم اشمر لهم حبتين 3 بس، خليهم هيك. اكو 3 طايرين. هسه ينزلوا شوي بلشوا. هسه ذولاكم خايفين يبقون على الصخر. اكو 3 طايرين هسه ينزلون. طبعا سبحان الله الزاجل يبين من وقفته من حركاته يبين صحته زينه ولا لا. هاي 3 نزلوا. شوف هاي النثيه 3 اناث. سبحان الله اناث. طبعا الافضل بالسباقات بالكبار بالصغار باي مكان الاناثي اضبط. الفحل صعب يفوز الفحل، ما اقول لك لا، بس الافضل الكل يحكي بيها الافضل الاناثي. الافضل الاسبوع اللي فات فزت بيه اناثي 3 اناثي. الاسبوع هذا وديت 3 فحله ونثيه واحده، لانه هذولاك ما فاتن على السباق اللي فات. وديتنا هذا الاسبوع، والاسبوع الجاي 500 مايل. الاسبوع الجاي الا طحين. سباق صعب جدا بالشكل. هذول اللي طيرتن هسه هم راح اودي كم واحد منهم ضايل سباقين 3 ضايل 3 سباقات يخلص الكبار. بس الاسبوع الجاي 500 مايل طويل، واللي وراه حيكون سباقين نفس اليوم.
بالنادي مالتنا سباقين نفس اليوم، يعني سباق مال فلوس وسباق عادي، يكون المسافة 300 مايل. 300 مايل حيكون 500 وشوية كيلومتر، ايش قد بالضبط ما ادري، بس اعرف 500 وشوية. والله كريم والله يوفق الجميع. اخوان ما اريد اطول عليكم الفيديو، صارت 25 دقيقة ان شاء الله، بس يرجع الطيور من السباق راح اصور لكم. اريد احط لهم المي والفيتامين واشمر لهم شوية اكل. بطلع احنا كلين برا هنا، انا يشمسن واسكر الشباك على مود يرجع هذولاك الطيور، احط لهم اكل زيادة هذول الطيور. والله يوفق الجميع. اخواني اذا عندكم اي تعليق اي سؤال موجود، اني خادم اي وقت، بعثوا لي مسج او تعليق، شوفوا شنو سؤالكم التعليق، وان شاء الله اللي نقدر عليه نجاوب عليه، واللي ما نقدر نجاوب عليه وراها بيوم يومين باذن الله تعالى. سووا مشاركة ولايك، فعل الجرس ان شاء الله توصل للجميع. والله يوفق الجميع، وتحية للمشاهدين الأغلبية من العراق على راسي وين ما كانوا، من الشمال إلى الجنوب كلهم على راسي وين ما كانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.